في عز البرد قلبة الدنيا ليه يا سمسمة؟ مش تخشي تحت البطانية واعملي لك حاجة كده دافية تشربيها؟ انت غاوية تعب. احمد جنبي وعامل قلق. عاملين ايه العسلات والامارات ولاد بلد الجدعان؟ وحشتوني قوي قوي قوي. يلا نصلي على النبي وكل ملي نبي صلي عليه. انا كده بدعك الحيطة عليه افضل الصلاة والسلام. انا كده بدعك الحيطة ديت عليها احمد كان ماسك كده قلم جاف وعمال يكتب على الحيطة كلها. مسكت الحيطة من أولها لآخرها كده دعك بسلكة مواعين وبحبة صابون سائل على حبة كربونات على حبة ملح ليمون. ودعاكي يا سمسمة الحيطة كلها. الأوضة على طول كده خلصت. بس أنا تعبت فيها والله العظيم وعلقت الستاير وفرشت الفرش بتاع الكنب ودعكت الحيطة من أولها لآخرها. أحمد بقى كان وهو بيذاكر كان بيذاكر على الحيطة يا جماعة مش بيذاكر في الكراسة بتاعته. فقلت بقى بما اني كده انا قاعده والاجازه نص السنه جت، يلا يا سمسمه قفلي شبابيكي كده واعملي لك حاجه سخنه وابدأي بالاوضه المسكينه دي الوحيده اللي انت ما بيضتهاش. فقلت ايه اخش اعملها حاجه كده. انا صبنتها من اولها لاخرها وفرش الكنب فرشته. والفرش اللي انا حطاه على الكنب ده انا اللي عاملاه اشتريته من السوق وقصيته ووديته لحد عملهولي وفرشته على الكنب. انا بوريكم الاوض. انا كده انا الاوضه ديت انا وريتها لكم وانا بصبنها وبروقها فنضيفه يا دوب هروق وهمسح الاوضه وهفرش سجادتها وخلاص على كده. انتوا لما بتتعبوا في الحاجه بتبقى سهله عليكم بعد كده في الترويق. ما يبقاش فيها تعب كتير. ودي برضو الاوضه ديت انا وريتها لكم في فيديو قبل كده وانا بصبنها وجريت السراير وجريت الدولاب وغسلتها برضو من اولها لاخرها. صبنت الحيطان يعني فانا رفعت السجاده حته بسيطه كده عشان الصاله بقى عليها الدور هي كانت والاوضه. يا سمسمة ريحي نفسك. ما هو انا الوحيدة اللي في مصر مش تحبش ترتاح. ويوم لما ببقى تعبانة برضو بحب اقوم اعمل حاجتي. الصالة برضو زي ما انتم شايفين كده برضو انا صبنتها من اولها لاخرها وفرشت السجادة بتاعتي وفرشت الستارة وحطيت الكرسيين الحلوين دول القمر وحطيتهم وخلصت حاجتي كده. طبعا الشقة زي ما انتم شايفين البلاط بيبرق من المية هي والحيطة. انا كده بفرش الكنب بتاعي. دول الكرسيين اتبقوا من الانتريه فانا حطاهم هنا في الصاله. مخليه الصاله فاضيه لاحمد يلعب فيها. نقعد ناكل فيها نتجمع واحنا قاعدين مثلا على التليفونات. فبتبقى حلوه لما الحاجه تبقى واسعه كده الشقه ما تبقاش مليانه كراكيب. طول ما الشقه فاضيه مش فاضيه قوي يعني مش تكبسيها كراكيب مش هتعرفي تقعدي ولا انت ولا عيالك وهتحسي انت مخنوقه. طبعا بعد ما خلصنا الشقه كده ومسحناها ومسحنا سلمنا ومسحنا شقتنا. طبعا انا بخطفكم كده بالفيديو بس انا قعدت فتره كبيره عملت حبه ينسون ودخلنا المطبخ. طب انت هتعملي اكل ايه يا سمسمه؟ هعمل حبه لوبيا وهعمل حبه جناحات ولسان عصفور ورز. انا عايزه اقول لكم الجناحات غاليه مش رخيصه. يعني انا جايبه كيلو والله العظيم ب85 جنيه. الحاجه بقت غاليه ربنا يعيننا يا رب. انا كده بصوا هعمل ديت انا هعملها ني في ني. هي ايه يا سمسمه اللي هتعمليها ني في ني؟ بما اني حطيت اللوبيا على النار تستوي انا كده بعمل الخلطه ديت اللي هحطها على الفراخ وهعملها ني في ني واحطها على الفرن على طول. مش هسلقها يعني المره دي مش هسلقها عشان مش هعمل ملوخيه. طب ايه اللي انت حطيتيه في الكبه يا سمسمه؟ انت من ساعه ما جبت الكبه ديت وانت مش رحماها. عايزه اقول لكم بجد والله مش رحماها. حطيت بصل وحطيت طماطم وحطيت فلفل اخضر وحطيت حبه سكر زي ما انتم شايفين وحبه زيت وحبه توابل. ايه توابل يا سمسمه؟ اديني بحط كزبره وزعتر. لا يا احمد هتقول لهم ايه؟ قال لهم ازيكم يا جماعة وحشتوني. وحشتوني. اعمل لايك وشير لماما يا حبيبي يا احمد. عايزه اقول لكم انا واحمد كده اكننا العشق الممنوع انا وهو. انا كده خلصت حطيت بسم الله الرحمن الرحيم التوابل بتاعتي. حطي زعتر في الفراخ تبقى طعمها حلو. انا كده هعملها ني في ني. انا غسلت الجناحات كويس قوي 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 بخل وليمون. التتبيله بتاعتي يعني خل وليمون وحطي حبه ملح وحبه سكر واركنيهم شويه. انا كده خلاص حطيت التتبيله ديت على النار. يعني دي فراخ ني في ني. احمد بيرغي كالعاده يعني. احطها على النار من فوق شويه وبعد كده يا دوب تنزل ميتها وبعد كده احطها في الفرن. دي الفراخ بتاعتي ما عملتش اي افتكاسه فيها. حطيت حبه زعتر من فوق بس كده. خلاص انا خلصت الفراخ.
هبتدي بقى اعمل حاجه تانية. انا حطيت حبه ميه، لقيتها اتشربت الميه بتاعتها، حطيت كده حبه ميه فيها صغيرين. الطاجن الناحيه التانية، طبعا انا مش بسكت، الطاجن الناحيه التانية حطيت حبه سمنه صغيرين في الطاجن، وحطيت عليهم ايه البصل بتاعي. واسمع اول ما اسمع الشكشكه كده هحط عليها اللوبيا بتاعتي. يا جماعة في ناس بتسلق اللوبيا وتنقعها، يعني تنقعها الأول بعد كده تسلقها، ما ينفعش، تبقى مهرية في الطبيخ. أنا عن نفسي جربتها بكذا طريقة، ولا بنقعها ولا بعمل أي حاجة، يا دوب حطها على النار حبة صغيرين، يا 3/4 سوا، عشان الربع التاني هيستوي مع الطماطم اللي أنا حطاها. بص طماطم حمرا وحلوة ازاي جميلة قوي، عمالة أعاكس الطماطم والله حمرا قوي ما شاء الله، جميلة جميلة، ده أنا قعدت أكل فيها لما قلت يا بس أنا في المطبخ. اللوبيا نرجع بقى، خلينا نبقى جد شويه. اللوبيا انا بسلقها، ما بنقحاش، بسلقها شويه 3/4 سوا، والربع التاني بحطه مع الطماطم تمليه سمسمه عشان ما تتهريش، تبقى اللوبيايه ماسكه نفسها كده ومش مهريه، عشان الاكل يبقى طعمه حلو. طبعا الناحيه التانية انا بعمل شعريه، رز بشعريه، وبحمر الشعريه بتاعتي طبعا عملته وخلصته، مش هكتر معاكم في الفيديو. هنا انا بعمل لسان عصفور، المره دي انا عملت فيه افتكاسه. ايه الافتكاسه بتاعتي؟ كسمسمه، قطعت فلفل رومي زي ما انتم شايفين كده على الحوض في الطبق، وهحطه بعد ما احمر اللسان عصفور، هحط الفلفل الاخضر فيه. تعمل ايه يا احمد ابني؟ هحط بقى الفلفل الاخضر بتاعي، هحطه فين؟ في اللسان عصفور. تعالي يا احمد قول لهم حاجه. ايه هتقول لهم ايه؟ ايه رأيكم في اكل ماما؟ شفت احمد بعت لكم سؤال بيقول لكم ايه رايكم في اكل ماما. انا كده خلصت لسان عصفور، وحطيت عليه الفلفل متقطع حتت صغنططه، ودي الشوربه بتاعتي. يا سمسمه انت حاطه فلفل اخضر في الشوربه؟ حطيته، والله طعمها حلو قوي 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 كانت. كنت عاملاها مره في النادي وكانت حلوه قوي 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 قوي، عجبت ولادي الحمد لله. خلصنا شربتنا وخلصنا اكلنا، واحمد كالعاده عمال يرغي. لقينا حبه بتنجان في التلاجة، قلنا هنحمرهم ونحطهم جنب الاكل. طبعا انا طالما دي مش ايد جانا بنتي، يبقى انا على الحوض بغسل المواعين، ما بحبش المواعين عندي تتكون. بسم الله الرحمن الرحيم. كده خلصنا، وانا هحطهم في الطبق دوت، عشان هو الغطا اللي عندي ليه غطا، وبحطه في التلاجة يعني عشان التلاجة ما تبقاش كلها ريحتها توم. وباخد منها زي ما انا عايزه. خلاص كده خلصنا البتنجان بتاعنا. طبعا ده الحاجه كده ديت الفراخ واللوبيا انا حطيتها كده يا دوب تاخد لون على الشوايه، بس بيبقى طعمها حلو، يعني بيبقى طعم الاكل حلو. كده خلصنا اكلنا وبنحضر الاكل بتاعنا. الرز بتاعنا كده بناتي هما اللي بيحضروا، انا اكيد بعمل حاجه تانية اكيد، يعني اكيد. الرز بتاعنا عملناه بالطريقه ديت، حطيناه ببوله ودوسنا عليه جامد، وحطينا زي شكل هرمي كده، الرز زي شكل هرمي. فضينا الرز بتاعنا، وادي الشوربه بتاعتنا، والله جميله جميله جميله. انا بوريكم البتنجان، ده التومه بتاعته، التومه اللي انا عاملاها لكم قبل كده في القناه في فيديو لوحده. التومه دي حلوه قوي، باخد منها وبقطع عليها طماطم، بقطع عليها فلفل اخضر، بقطع عليها فلفل الالوان، البرطمان دوت اللي هو جنب الزيتون، حلوه قوي. وبعد كده بخلل بيه اي مخلل، يعني الصراحه انجزني، بدل ما افصص توم ولسه هعمل. هو يا دوب البرطمان فيه التومه بالتوابل بتاعته بتاعت البتنجان. خلصنا اكلنا كالعاده، تنسوش اللايك، ما تنسوش الاشتراك. يا رب الاكل بتاعي يعجبكم. ودوشه احمد جنبي، معلش مصدعينكم حقكم عليا. كده خلاص الفراخ بتاعتنا على فكره استوت، وجميله قوي الطريقه ديت. انا قلت يعني لو حد مستعجل ولا حد بيشتغل او حد مثلا مكسل يعمل اكل، يعملها بالطريقه ديت ويحدفها في الفرن على طول وتستوي. والله استوت وبقت زي الفل. يا رب السفرة تعجبكم. ربنا يخليكم ليا وما نحرم منكم احلى جمهور سمسمة، مصدعينكم انا واحمد. خلصنا اكلنا كده يا بنات. انا كده بفضل اللوبيا بتاعتنا. بصوا اللوبيايه يعني صاحيه مش مهريه في الاكل. اعملوا الاكل كده بالطريقه ديت عشان الاكل يبقى مش عشان حاجه بسيطه يعني ما نهتمش باكلنا، لا ده بيبقى فيها تفاصيل بسيطه بس الاكل بيطلع حلو. عايزه اقول لكم مع السلامه، هتوحشوني قوي لبكره.